أضيفت إلي مش بس على صعيد المجموعة القصصية، على صعيد التجربة ككل. الإيجابي منها يثير قلقي ويحملني مسؤولية كبيرة. كيف أبقى محافظا على هذا الاحتفاء، هذه الطاقة الإيجابية، وكيف أنميها وأطورها إلى ما هو أفضل عبر تجاوز ما أنا كتبته في هذه المجموعة أو في مدونات أدبية أخرى، روائية منها شعرية. فده يعني الملاحظات السلبية غير مقلقة، الإيجابية مقلقة. السلبية تحفز، يعني تشير بأصابعها إلى مكان من الخلل والزلل وهنا وهناك. بإمكاني أن أجتهد وأن أتجاوزها، لكن الملاحظات الإيجابية فوق أنه هي إيجابية يعني بس تضع على كاهلي أعباء متلتلة. يعني إزاي حكون عند حسن ظن الجماعة المبدعين، كل واحد منهم تجربة، كل واحد منهم قامة، كل واحد منهم اختلاف في الرؤى، اختلاف في الطرائق تناول الأشياء، في معالجة الأشياء ضمن الأدب. الأستاذ منير، الأستاذ صلاح، الأستاذ سمير، الأستاذة نهى، الأستاذة أميرة، والأستاذ محمد، الدكتورة جيهان. كل هذا التنوع وهذه الإيجابية التي تشعرني بالفخر على أنني اقتربت أو لامست بعض الأمور التي كان مقصودا مني السعي نحوها. النص ينبغي أن ينطوي على طاقة تأثيرية. الشحنة التأثيرية في أي نص يخلو من طاقة تأثيرية سرعان ما يزول. النصوص ينبغي أن تغير في البشر. النصوص الدينية المقدسة غيرت في البشر، نصوص تاريخية اكتشفناها في العصور غيرت الكثير من الأفكار والتصورات لدينا. النصوص الأدبية أيضا عندما يسعى الكاتب إليها، طبعا مش الزعم والافتعال والادعاء، لأن حقيقة الطاقة التأثيرية السلبية منها والإيجابية، وهي أيضا مسألة أنه طيب ما محلي من الإعراب، ماذا أكون؟ لا أنا مثلا يعني أصنف في هذه الحياة كشر. هؤلاء أيضا التاريخ يلعنهم بس يذكرهم ملعونين، والأخيار يحتفي بهم ويشكرهم بوصفهم أخيار. أنا مثلا لا هنا ولا هناك. طيب هذا القلق. الشخصيات الموجودة في الفضاء الروائي والفضاء القصصي لدي أحاول أن لا تكون مطمئنة تماما. حتى المطمئن من هذه الشخصيات في لحظة ما يتسرب إليها سم عقرب الأسئلة أو سم القلق. والحياة تجري بها هكذا، يعني شخصيات، ونحن أيضا يعني قلقون على مصيرنا، مصير أطفالنا، مصير أوطاننا، مصير البشرية. أحيانا نقول أنه فين النيزك؟ أين؟ لماذا تأخر؟ إسرائيل لماذا تأخر؟ لكننا نحب الحياة، بدليل أننا نستمر، أننا نكتب، أننا نناقش، أننا نساجل، ندخل معارك، نهزم، ننتصر موضوع آخر، معارك أدبية، معارك سياسية. أنا أحاول، وأعوذ بالله من كلمة أنا زي ما بيقولوا المصريين، أن يكون نصي ذو محمول معرفي. أنا مش حكواتي أقعد على قهوة وأقول سادة يا كرام يا كذا، لا، ينبغي أن أقدم معلومة، أن أقدم فكرة، أن أقدم حصيلة قد تكون خاطئة أيضا، يعني مش بالضرورة تكون، لكن أنا هكذا في تلك اللحظة التي كتبت بها هذا النص.
وفي نصوصي صحيح هي ليست يعني صور طبق الأصل عني، لا يعني، لكن هنالك تفاصيل مني طبيعة الحال سوف تتسرب إلى نصوصي يعني. وهكذا حال كل الكتاب واللي بيشتغلوا في حقول الأدب لا يمكن أن يعصم الكاتب نفسه حتى ولو كان يمتلك طاقة فولاذية من العصمة أن لا يتسرب إلى نصه فسوف يفشل. سيرنا المتوارية في الروايات وفي القصص، ناقد لئيم بإمكانه أن يضع السير هكذا على الطاولة ويقول هذا هو المنجز الروائي لسمير أو القصصي لسمير لبة أو للأستاذ صالح عثمان أو للأستاذ منير عتيبة. السيرة المتناثرة، الحياة السرية والحياة الحقيقية. نحن كبشر لدينا سيرتان، السيرة التي يعلمها أصدقاؤنا وأهلنا وكذا، وهنالك طبقة أخرى السيرة الخفية. وعادة في النصوص الأدبية واللغم الموجود عند الكتاب يسربون حياتهم الخفية ضمن نصوصهم الأدبية ويعولون على لؤم آخر موجود لدى القارئ ولدى النقاد. أكتفي بذلك وأجدد شكري لكم وأجدد سعادتي بلقائكم والتحدث إليكم بشكل آخر في درة البحر المتوسط الإسكندرية العزيزة. شكرا جزيلا، ألف شكر، شكرا جزيلا. وبشكره طبعا على انه ارسل لي المجموعه، والحقيقه انا دايما استمتع بقراءه اعمال هوشنج، وزي ما قلت ده مش اول عمل ليه، وانا ناقشت بيه اعمال كثيره وكتبت ايضا، ويمكن هو لسه منذ يعني اسابيع قليله كان هناك مقالا منشورا عن روايه مبني للمجهول، استمتعت ايضا جدا بقراءتها.
يعني أنا في حديثي عن المجموعة أنا أشعر بالتقصير، لم أوفيها حقها، لأن بالفعل في قصص كثيرة يعني تستحق الوقوف عندها، وكل قصة من قصص المجموعة تستحق الوقوف، وفيها فكرة يعني كما قلت، حتى وراء حبكة القصة وبنيتها وراءها فكرة تانية أكبر وأعمق تستحق أن نقف عندها. ولكن يكفي أني أقول أن مع كل قصة من القصص المجموعة تفاعلت معها أنا كقارئ كإنسان، وأثرت فيا وتركت تساؤل أطرحه أنا على نفسي في حياتي، وده بعتبره من أهم نجاحات كتابات بوشنج، وهو أن يكون مؤثرا إلى هذه الدرجة في القارئ. فشكرا ليك وتنورنا، والزيارة الجاية يكون المجموعة الأخت بقى ظهرت ونناقشها إن شاء الله.